كيف تسوي سلطة الفتوش على الأصول؟ حبتين خبز، بقطع الخبز بالشكل هذا. بعد ما قطعت الخبز بقليه بزيت غزير وساخن، وممكن ندهنه بقليل زيت الزيتون ونحمره في الفرن. وهذا الخبز جاهز. خيار، نقطع الخيار. طبعا تقطيع الخيار يكون بأحجام كبيرة. طماطم، فجل، فلفل بارد، خس، نصف حبة بصل، بصل أخضر، نعناع أخضر، ربع حزمة بقدونس. طبعا كل حاجة في الفتوش تفرم فرم خشن، عاد البقدونس والنعناع يفرم فرم ناعم. أهم حاجة في الفتوش الرجلة أو ناس تسميها البقلة، ننتفها بالشكل هذا. نخلط المكونات مع بعض. والآن بجهز صوص الفتوش: عصير الليمون، رشة ملح، ملعقة سماق، 3 ملاعق دبس الرمان، ملعقة خل التفاح اختيارية بس يضيف لها نكهة وطعم على كيفكم، 3 ملاعق زيت الزيتون. نبشر عليه فصين ثوم وقشر ليمونة ونخلط. ملاحظة: الصوص ما نضيفه فوق السلطة إلا قبل التقديم مباشرة، في حال إنه مثلا نشتي نحتفظ بالثلاجة يوم أو يومين عادي جدا. صحن التقديم: أضيف السلطة، شوية من الصوص هذا وأخلطه، وأضيف الخبز، شرائح ليمون. وهذه أفضل وألذ سلطة فتوش. جربوها عليكم بالعافية، ولا تنسوا المتابعة وحركة الإكسبلور.